كابتن حسام حسن. احنا اولا باسم جمهور النادي المصري وجمهور بورسعيد احنا مبسوطين جدا ان انت طبعا ادائك واختيارك طبعا، وده الاهم بالنسبه لنا احنا، اختيارك ضمن منتخب افريقيا لبطوله افريقيا لغايه لندن 2012. وطبعا ربنا يبارك في حضرتك، وطبعا ده مش شرف ليا انا بس، ده شرف لجمهور بورسعيد كله وللنادي المصري، حاجه تضاف لهم وتضاف لنا شخصيا يعني. فالحمد لله يمكن انا بحمد ربنا على يعني على وجودي، يعني بغض النظر على اختياري ان انا من افضل 11 لاعب في افريقيا، لكن الحمد لله انا يمكن انا مبسوط اكتر ان انا اديت 5 مباريات. يمكن الحمد لله ما حالفنيش الحظ اللي انا طلعت من الملعب خالص الحمد لله. ودي ترجع طبعا بفضلها طبعا للنادي المصري والكابتن طلعت يوسف، لان زي ما انت عارف ان الفتره اللي فاتت دي ما كانش في وقت ان المنتخب يعمل فتره اعداد. يا دوب احنا خلصنا ماتش المقاولين في الدوري ورحنا على المنتخب على طول. فيرجع الفضل يعني المستوى بتاعي في اللياقه البدنيه والكلام ده طبعا يرجع للكابتن طلعت يوسف والجهاز الفني كابتن محمد ابراهيم والكابتن محمد وهبه والدكتور احمد عبد اللطيف وطبعا الكابتن حسن ناصر. وطبعا الحمد لله يمكن احنا تعبنا جدا في البطوله دي، بعيد طبعا عن مستوى الاداء، بس هو كان كويس او مش كويس، بس الاهم ان احنا وصلنا وان احنا حققنا الهدف اللي احنا رايحين له. ده حاجه كويسه. ويمكن الشرف الكبير جدا ان في اكتر من لاعب من النادي المصري طبعا بيمثلوا منتخب مصر، دي حاجه كبيره جدا. ويمكن 3 عناصر بيلعبوا في التشكيله الاساسيه منتخب مصر، اللي هو احمد شرويده وانا واحمد الشناوي. الحمد لله يعني لينا بصمه. شرويده يمكن راجل مساعدنا اولمبياد، والشناوي طبعا وحش افريقيا، والحمد لله انا ربنا كرمني واتخذت من احسن الديفندرات اللي في افريقيا ودخلت تشكيله اساسي. وساعده طبعا لو كان موجود طبعا كان هيبقى له دور كبير جدا. يمكن الاصابه هي بعدته الفتره اللي فاتت دي، بس الحمد لله يعني الحمد لله احنا يعني لينا بصمتنا في المنتخب ولينا بصمتنا هنا في النادي. وان شاء الله اتمنى الفترة الجاية بإذن الله طبعا بالتوفيق مع النادي إن شاء الله. زي ما عملنا حاجة مع المنتخب نفسي إن شاء الله نعمل حاجة مع النادي ونفرح جمهور مصر وجمهور بورسعيد، وإحنا بنهدي لهم الكلام ده كله. يعني أنا بهدي لهم اختياري أحسن لاعب وسط في أفريقيا، وبنهدي لهم صعودنا للأولمبياد، وبنقول لهم إن شاء الله كده نفرحهم بإذن الله مع النادي المصري ونفرحهم مع المنتخب إن شاء الله. طيب رغم إن منتخب السنغال هو أقوى من المغرب فنيا، لكن ماتش المغرب كانت له ظروف خاصه، كنتوا رغم ان السيطره التامه والاداء الجميل منكم، انا رايي هنا ان ده احلى ماتش انتوا لعبتوه رغم الخساره. لا مش كده، بس يعني يمكن انا اقول لك حاجه، يمكن كل ماتش له ظروفه. يمكن الجابون الحمد لله احنا الفرقه الوحيده اللي في البطوله اللي كسبنا بطل البطوله، يعني كسبنا الجابون. احنا الفرقه الوحيده يمكن كسبت كل الفرق ما عدا جنوب افريقيا اتعادلت معاها. لكن لو بصيت في النتائج كلها كسبت السنغال، كسبت المغرب، كسبت كوتيفوار، يعني فرقه محترمه. وفي نفس الوقت يعني يمكن ماتش المغرب ده ليه ظروف خاصه شويه. المغرب طبعا كانوا خسرانين من السنغال 1-0، كانوا ان هم بيفكروا ان هم يكونوا اول المجموعه. تاني حاجه ان هم دخلوا الماتش يعني هيلعبوا منتخب مصر، فعندهم حافز كبير. انت عارف طبعا يعني افريقيا طبعا شمال افريقيا وفرق افريقيا وكده، سواء تونس والجزائر والمغرب ومصر، بيبقى في الماتشات بتبقى ماتشات كبيره شويه، بيبقى فيها حساسيه. يعني ماتشات حساسه وكده، وبقى اللعيبه عندها طموح وعندها رضا اكتر. وغير كده اللي هم طالعين خسرانين فعايزين يصالحوا جمهورهم. وفي نفس الوقت احنا الحمد لله يمكن هو بغض النظر عن اول 10 دقائق في الماتش ده، لكن الحمد لله انا شايف ان احنا ضيعنا جوان كتير جدا. يعني ما كانش محالفنا الحظ والتوفيق بس فيها، لكن لو كنا وفقنا يمكن محمد صلاح راح كذا كوره على الجون، شرويده ضيع كذا كوره رغم اللي هو سجل هدف وكده. بس الحمد لله يمكن هم برضو بيميزهم ان هم عندهم اكتر من عنصر محترف، 14 لاعب محترف. يمكن دي حاجه برضو تحسب لهم. احنا الحمد لله برضو حاجه تحسب لنا اللي احنا لعبنا ماتش زي ده كبير وسط جمهورهم وعلى ملعبهم، والاجواء طبعا هم واخدين عليها وكده. وفي نفس الوقت حط نفسك انت مكان المغرب، لو انت بتلعب هنا في مصر وبتلعب ضد المغرب كان هيبقى الوضع غير كده خالص. كان ربنا يكرمنا وكان هيكرمنا بأداء احسن من كده يعني الحمد لله. طيب السؤال بقى اللي بيطرح من الجمهور المصري واثير في الفتره الاخيره، عرض من الزمالك وحسام هيمشي من النادي المصري، انت بقى الادرى وحسام اكتر واحد يعرف يتكلم على حسام. والله لا مش كده، بس انا اقول لك حاجه. يمكن انا الكلام ده انا بسمع زي الناس، يعني زي الجمهور اللي بيسمع وزي الناس اللي بتسمع عن موضوع الزمالك ده. يمكن انا ما فيش يعني ما قعدتش مع حد ولا اتكلمت مع حد ولا حد اتصل بيك ولا اي حاجه ولا الكلام ده. وبعدين انا يمكن يعني الحمد لله انا بحترم النادي وبحترم تعاقدي مع النادي. انا لسه فاضل لي في عقدي 1.5 سنة،
يعني سايب الحته دي للنادي. لو جمهور النادي المصري والنادي المصري مش عاوزين حسام حسن دي حاجه تانية بقى، لكن انا موجود في النادي المصري وان شاء الله باذن الله يعني موجود معاهم، الا لو هم بقى لهم كلام تاني، وسايب الموضوع ده لاداره وسايب بقى الموضوع ده للنادي وكده. يعني نادي الزمالك نادي كبير طبعا، انا بحترمه وبحترم اداره ناديه والناس كلها اللي موجوده، وشرف ليا لعيب اللي هو يلعب في الاهلي والزمالك وكده، بس انا برضو بلعب في نادي كبير، نادي المصري، وليه جماهير كبيره وليه تاريخ، يعني شرف لاي حد برضه يلعب في النادي المصري. ماشي يا كابتن حسام، مبروك ومبروك على المركز الجميل ده. ماشي يا كابتن.